الو. هلا والله، معاكم مصطفى عبده وهشام عبده. مش دخلتي دي، مش دخلتي. بس النهارده يا جماعه بجد انا مبسوط ان انا عملت فيديو تاني بتجربه جامده جدا. بجد تجربه هتعجبكم. النهارده بقى في فيديو جامد جدا وجديد واول مره اعمل حاجه شبه كده. بالظبط. متحمس؟ متحمس. طبعا انتوا عارفين من عنوان الفيديو ان انا هعمل ايه. الفيديو ده ده ممنوع تتفرج عليه الامهات، ليس للقلوب الضعيفة، الامهات. للامهات بالذات. بالظبط. الامهات ما تتفرجش عليه. طبعا تجربه النهارده جبنا كميه الاندومي دي كلها باطعمه مختلفه وهنخلطهم كلهم مع بعض. الصراحة كان طول عمري وانا صغير نفسي اجرب التجربة دي، ولما كبرت ادينا هجربها. اي يلا. خدمه يا عم، اي خدمه، اي خدمه. هخليك تجربها اهو. هخلي اخويا يحقق امنيه من امنياته وهو صغير. عايز عربية لامبورجيني. هجيبها لك، ابشر. تعالوا اقول لكم بقى انا جبت اندومي بطعم ايه. طعم خضار الحار الجديد. نكهة الخضار العادية. شعريه مقليه كان ترند في يوم من الايام. نكهة الفراخ المتبلة اللي على طول اشوفها ما جابوش اصلا. طعم فراخ بالكاري. طعم اللحمة اللي كلنا بنحبه. طعم اللحمه البقري اللي احنا بنعشقه. طعم الفراخ البلدي. قلت ازود من عندي واجيب بطعم الخضار نوع تاني. وفي بقى باللحمة جبناه برضو وده بطعم الفرايد تشيكن اللي هو الدجاج المقلي. فرايد تشيكن. فرايد تشيكن. فرايد تشيكن. يلا بينا. وجبت الطبق الجولد اللي عندي اللي هو اكبر طبق عندي عشان اعمل فيه اكبر كميه اندومي هعملها في حياتي. يلا. يلا يلا يلا. ايه ده؟ ايه؟ فيكسن زيت. لقيت واحد يا ريتك فيكسن. كانت فاكس انت وابل احسن. لقيت واحد فيكسن زيت وكيس توابل. انتوا متخيلين الكميه قد ايه؟ كتير قوي بجد. ودي اول مره في حياتي اجرب كميه الاندومي دي كلها. هكسره شويه عشان الميه تقدر ايه تغطيه. بصوا كميه الاطعمه قد ايه والتوابل كتير قوي. يلا ندلق الميه. زوق انا في كده؟ وزعها. نغطيه بقى. بجد نار بس. ايوه خدت بالي. هو بتاع نار. ايه دي؟ يلا نقلبها. امسك ده. بس حلو هي اتعملت. ما انا بقول لك اللي تحت هيستوي واللي فوق كان هيفضل ناشف شويه لو ما عملناش كده. اكل ثواني. استنى عشان ما نتلسعش بقى. يا عم ما تخافش. خلاص هو كده حلو قوي. بس كده يا خمسة. عم اوعى. هات بس. يا عم اوعى ايدك. لا الغي. هو كده يعتبر خلص. يلا نصفيه من الميه. هنعمل حركه ذكيه جدا هبهرك. ماله لونه اخضر. ماله لونه اخضر. ليه كده صحيح؟ لا خلاص يا مصطفى، خلاص كده خلاص. ماله لونه اخضر. يا جماعه ليه الميه بجد لونها مخضر قوي كده؟ طبعا الاندومي كده حطيناه خلاص. ويلا نفضي. توابل. ويلا نفضي. توابل. اوه يلا نفضي. توابل. انا مناخيري جالها حساسيه. توابل ريحتها شديده قوي. اوه. بصوا شكل الطبق عامل ازاي والتوابل الكتيره اللي فيه قد ايه. بجد توابل كتير قوي قوي واطعمه مختلفه. احنا بجد ما نعرفش الطعم هيكون عامل ازاي. فان شاء الله يطلع طعمه حلو وما يخضناش والطعم يطلع حلو في الاخر. يلا نخلط الاندومي ونشوف طعمه هيطلع ايه. يلا.
اوف ده كتير قوي. مشكله مش عارف اقلب البتاع دي قوي. ما توقعش يا هشام. انت اللي مو على فكره. اللحظه المنتظره، يلا ندوق. وشك ليه قدام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي حادق قوي. حادق قوي. بس طعمه الميه اختفت فقلنا نزود حبه ميه. بقى سهل كمان في التقليب. يلا ندوق بعد بقى ما الطعم كله اتوزع على الاندومي. بقى احلى بكتير. طعمه حوار. بقى احلى بكتير بس احنا بنولع. الجو حر بنولع. بس طعمه حلو. بص عامله ازاي الدخان بيطلع ازاي يا جماعه ولا الدخان مش باين؟ لا باين. يلا بسم بصوا. الله اوله واخره. بصوا الدخان. بسم الله. في حاجه بقى لازم ادوقها مع الاندومي، صوص الاستراتشا. اول مره ادوقه مع الاندومي فيلا بينا بقى نجرب عشان هو حار نار مار. مش هكتر عشان ما يطلعش طعمه وحش في الاخر ويترمي. يلا نحط الصوص. مش كتير برضه عشان ده حرق قوي بجد، حرق قوي قوي. يا لهوي يا هشام، اكيد طعمه والله حلو قوي. صعب. اكيد يعني استنى. والله حلو. تحس ان هو مكرونه سباجيتي. واو مكرونه بالصلصه حلو قوي. وبس كده خلصنا الحمد لله وشبعنا، ما قدرناش نكمل اكتر من كده. انا هدي الطعم ده 10 من 10. برضه نفس الحوار 10 من 10. 10 من 10 وكسب معانا خلط الاندومي مع بعض وطلع طعم في الاخر حلو جدا. بس اقول لكم على حاجه، لو عايزين تجربوا الطعم ده من غير ما تكلفوا نفسكم وتجيبوا كل الاطعمه، هاتوا خضار ولحمه ومع بعضيهم هتلاقوا نفس الطعم بالظبط. ايوه فعلا، لو خضار ولحمه هيطلعوا نفس الطعم ده بالظبط. بس في برضو احساس كده وطعم ومذاق كده غريب، بس هو حلو. وبس كده يا جماعه، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك عشان نشوف بعض اكتر. يلا باي.